سلام صديقتي الغاليات، إن شاء الله دائما في تمام الصحة وبالعافية. اليوم إن شاء الله بنشارك معكم كيش كيجي أكثر من رائع. مكونات جد سهلة بسيطة اقتصادية، عجين اللي بسيط وسهل والنتيجة أكثر من رائعة. أيضا الحشوة بسيطة ولذيذة إن شاء الله، إلا جربتوها أنا متأكدة غادي تعجبكم. غادي ندوزو أول حاجة صديقتي، غادي نوجدو العجين. هاد المرة اختاريت أني نشارك معكم العجين ديال الزيت اللي فايت اللي شاركته معكم سنين هادي، جيت نفكركم به. تنديرو 300 غرام ديال الدقيق الابيض، نص معلقه ديال الملح، راس معلقه ديال الابزار، راس معلقه ديال الخميره ديال الحلويات، ايضا واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده. كنخلط الكل جيدا. من بعد كناخذ 4 كاس ديال الزيت وغادي نرمل هذا الدقيق مزيان، فضروري اننا نرملوه مزيان ونتاكدوا بان الزيت لمست كاع الدقيق ديالنا كله يكون تلبس بهذا الزيت هذه. فمن بعد ما لبستو مزيان صديقتي بهذا الزيت اللي كنكونوا تاكدنا مزيان انها وصلت للدقيق كامل، كنجمعوا العجين على هذا الشكل كما كتلاحظوا كيتشكل لينا. من بعد دابا ما بقى لينا نضيفو غير شويه ديال الماء، بقاو نضيفوه بالتدريج. عندي كاس لارب ديال الماء هو اللي غادي يكفيني في هذه الكميه. غادي نبقاو نجمعوا العجين ديالنا بلا ما نعجنوه. غنضيف كميات قلال ديال الماء وانا كنجمع العجين، لان الكميه ديال الماء ما كتكونش محدده في كاس اللارب، لان على حسب نوعيه الدقيق. ففي الغالب كتدخلي كاس اللارب، ولكن ما غاديش ندخلو دفعه واحده. غادي نستمر هكا عفوا غادي نستمر هكا حتى تنجمع العجين ديالي كما كتلاحظوا. غير كنبقى نضغط عليه هكا حتى كيتجمع ليا بلا ما كنعجنو. من بعد ما غادي نجمعو كما كتلاحظوا العجين ما خصهاش تكون خفيفه، كتكون شاده راسها على هذا الشكل هذا. غادي نديرو في كيس بلاستيكي على ما نوجد الحشوه. كناخذ صدر ديال الدجاج، تقريبا عندي نصف صدر ديال الدجاجه اللي قطعته قطع صغار، دربته في شويه ديال الزيت وغادي نشحرو مع شويه ديال الخرقوم. فكنديروا له غير الخرقوم في الاول نشحروه معاه هكا باش الا ما نضيفوش التوابل الاخرى باش ما تحرقش لينا في هذه المراحل. هذا كنديروا الخرقوم باش تلبس لينا داك الصدر ديال الدجاج بهذا اللون هذا، وكيجي اللون ديالو مزيان. كنشحروا واحد شويه. من بعد غادي ناخذ البصله وغادي نضيفها على داك الصدر ديال الدجاج تكمل معاه التشحار. غادي ناخذ بصله كبيره مشلضه. من بعد كناخذ 2 ديال الخيزويات محكوكين في الحكاكه رقيقه، وغادي نضيف ايضا 2 ديال القرعات كبارين محكوكين ايضا في الحكاكه رقيقه. 2 خيزويات 2 قرعات. كتجي هاد الحشوه ديالنا غنيه بالخضر وكياكلوها الاطفال ديالكم، صحيه لذيذه، غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم ان شاء الله. غادي نضيف ايضا واحد الفص ديال الثومه، معلقه صغيره ديال الطماطم المركزه. من بعد غادي نضيف الملح، التحميره، شويه ديال السكينجبير، شويه الكمون، الابزار، السودانيه او الهريسه على حسب الذوق، القزبر والمعدنوس، وكنخلط الكل. كيف ما عودتكم دائما كنخلي واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون حتى الاخير باش كتبقى النسمه ديالها. فدابا الحشوه ديالي موجوده، ما بقى غير نضيف لها واحد شويه ديال الزيتون مقطع، وكهكا كتكون الحشوه موجوده لينا. غادي نخليوها تبرد لينا، ندوزو باش نشكلوا القوالب ديال الكيش. العجين كيكون مرتاح. كندير شويه ديال الدقيق وكنسرح العجين ديالي بالدلاك.
فكنسرحو غير واحد شويه، ومن بعد غادي نجيب القوالب وكنقطع العجين ديالي وكنلبسو القالب على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. كنحاول انني نثبتو مزيان لا في القاعده لا في الاطراف، ضروري نضغطو عليه مزيان باش كياخد الشكل ديال القالب. فبالنسبه لهاد القوالب انا عندي قوالب اللي قدام شويه بداو كيلصقوا واحد شويه، كندير لهم واحد الدهنه خفيفه هكا بالزبده ولا الزيت. كان عندكم القوالب من النوعيه الجيده فما يحتاجش انكم تدهنوهم. فكنبقى كنضغط، كانت شي فائض في العجين كنخرجو هكا من الجناب وكنحيدو. كان خاصني العجين في شي بلاصه فراه كنضيفو يلتحم مع العجين وما كيبقاش باين بانكم زدتوه ولا شي حاجه بحال هكا. عجين اللي ناجح كما لاحظتوا بكميه قليله ديال الدهون، بالعكس ديال فاش كنديروا العجين او الدقيق النصف ديالو كميه ديال الزبده، فهذه كميه قليله مقارنه مع العجين العادي ديال الكيش اللي كنديروا قد الدقيق النصف ديالو كنديروه زبده. هنا من بعد ما ساليت كناخذ واحد الفورشيط وكنثقب العجين ديالي مزيان. فهاد الوقت هذا تتكون الحشوه ديالنا دفات، كنحطوها من فوق هاد القوالب. فهاد الاثناء الفران كيكون كيسخن، غير ندخلو لي كيش ديالنا غادي نخفضوا لدرجه الحراره ل 180 ونخليوه شاعل غير من التحت باش ما كتحرقش هاد الحشوه ديالنا. فقبل ما ندخلوهم الفران فضروري اننا نوجدوا لاباغاي اكيش. غادي نصاوبها معكم بطريقه اللي جيت سهله وبسيطه وكتجي النتيجه ديالها رائعه. فهنا راه كان بقى ليا شويه ديال العجين، صوبت منه واحد القالب هكا كبير ديال الكيش، وايضا حتى الحشوه شاط ليا وزدت واحد الكيش هكا اللي كيجي بحجم كبير كما لاحظتوا. غادي ندوز باش نوجد لاباغاي اكيش. غادي نحتاج ليها واحد البيضه، غادي ناخذ كاس ديال العنبه ديال الحليب. من بعد ما كنطرب هاد البيضه كنضيف كاس ديال الحليب ديال العنبه، من بعد كنضيف راس معلقه ديال الملح، راس معلقه ديال الابزار وحكيكه ديال الكوزه، ومعلقه كبيره ديال الدقيق او ديال النشا اللي متوفر عندكم، وواحد ربع معلقه نتاع الخميره ديال الحلويات. غادي نخلط الكل جيدا وغادي نضيف تقريبا واحد المقدار ديال 2 معالق كبار في كل مول. فبالنسبه لهاد لي مول ديال لي كيش فهو القياس الكبير ديال هاد لي ميني كيش، هذا هو القياس اللي كبير فيهم ماشي صغار. كنديروا 2 المعالق في كل ميني كيش وكندخلهم الفران. كتكون هذه هي النتيجه ديالهم من بعد ما خرجوا من الفران. كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو محمرين، كيجيو مقادين كما كتلاحظوا معايا. ما كيتغيرش الشكل ديال هاد لي كيش هادو، كيبقى الشكل ديالهم هو هذاك. غادي ناخذ الفرماج الحمر كنزين به، فهذه خطوه اختياريه، بغيتو ديروها بغيتو ديروها كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. كنضيفو كنزين بشويه ديال الزيتون. كنتمنى صديقتي ان شاء الله هذه الفكره تعجبكم وتجربوها الطريقه اللي جيت سهله وبسيطه، وكنتمنى لكم انها لذيذه. كنشكركم جزيل الشكر. كنتمنى ان الى عجبتكم القناه انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه. كنشكركم جزيل الشكر، دمتم بخير، الى فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.